يلا بينا اعمل لكم وصفة النهاردة بثلاث مكونات بس. هتقدري تبسطي بيها ولادك وجوزك وكمان ضيوفك لو جم عليكي على فجأة هتقدري تعمليها لانها سهلة جدا وسريعة، كمان مكوناتها بسيطة جدا بثلاث مكونات بس. هنستغنى في الوصفة ديت عن السمنة والزبدة والزيت واللبن والفانيليا والبيكنج باودر، لاننا هنعمل بسكوت سهل جدا بسيط واقتصادي بجد، ببيضة واحدة وكوباية دقيق. وكل اللي هنحتاجه اللي هيخلينا نستغنى عن المكونات اللي انا قلتها ديت هما الثلاث مكونات من الشوكولاتة الدهن. استخدمت هنا شوكولاتة سما بما اننا عاملين مقاطعة، وبجد طعمها خطير جدا، ادت للبسكوت بتاعي طعم حلو قوي وبجد خطيرة. تقدري تستخدمي الشوكولاته اللي انت عايزاها او اي نوع شوكليت عندك تقدري تستخدميه، مفيش اي مشكله. زي ما انت شايفه كمان الوصفه بتاعتنا مش بتحتاج عجان ولا اي حاجه. هي كده بنبدا نلم البيضه بالشوكولاته بالدقيق كده بطراطيف صوابعنا كده، كمان ما بيبقاش عجن قوي، لاننا بنبقى بنحاول ندخل المكونات كلها في بعضها بالطريقه دي. عجنتها كده كويس وهسيبها حوالي ربع ساعه في التلاجة او 10 دقايق، مفيش اي مشكله. في التشكيل بقى برضو هتشكلي على ايدك او سهل جدا ما بتاخدش وقت، ممكن تفرديها على ورقة زبدة، بين ورق زبدة كده تحطي العجينة او ورق نايلون. ولو عندك الاشكال اللي هي بتاعت القطعات زي الستار والقلب والحاجات دي تقدري برضو تعملي الشكل اللي انت عايزاه. بس انا بحب اشكلها كده على شكل الكوكيز، بتبقى بجد شكلها خطير. وبالمناسبة ممكن تحطي عليها شوكليت شيبسي من فوق، هتبقى زي الكوكيز بالظبط واحسن كمان. شكلت العجينة بتاعتي كلها بالطريقة ديت، يعني احنا من كوباية دقيق وبيضة عملنا حوالي نص كيلو من البسكوت، وبجد طعمه خطير جدا. بالمضرب اليدوي بقى ده كلنا عندنا طبعا هنعمل بالشكل ده زي ما انت شايفة كده، اكس كده، يعني نجيبه شمال ويمين كده هيدينا الشكل ده. هندخله الفرن بقى حوالي 10 دقايق. البسكوت بتاعنا دلوقتي لون غامق، لما بيستوي بيدي لون فاتح شوية، يبقى كده عرفنا ان البسكوت بتاعنا استوى. ما بياخدش 10 دقايق بجد. دخلته الفرن وهيطلع بالشكل اللي انت هتشوفيه معايا ده، شكله خطير جدا وبجد طعمه حلو قوي. شايفة استوى، بتلاقي الطراطيف كده يعني ادت لون، والبسكوتة بتاعتنا فتحت. هبدأ بقى هنا لو عندك معلقة شوكولاتة كمان تقدري تزينيه، ما عندكيش مفيش اي مشكلة، هو شكله كده سادة حلو قوي. هبدأ كده اللي احنا عملناه بالمضرب دوت، نبدأ في الحتة اللي هي الصغيرة ديت نحط معلقة كده شوكولاتة نديله كده شكل حلو. والباقي كده عملته يعني شكلته بالشوكولاتة كده زي ما انت شايفة، وبقية البسكوت سيبته سادة. لو عندك بقى شوكولات شيبس او الفارماسيلي ده ممكن تحط شوية او ما تحطيش عادي، انا بس حبيت ادي شكل او لون بالطريقة دي. شكله بجد خطير وطعمه رهيب بجد. تقدري تضاعفي الكمية وتعملي الكمية اللي انت عايزاها، او تعملي الشوية دول مع كوباية قهوة كده، فنجان قهوة، بجد خطير جدا. حلو قوي، هيعجب الولاد وكمان كل اللي هيجربه.